الا مازال لك اللحم تاع العيد جربي معايا وصفة اليوم بيري بزاف بنينة. جربي معايا تاني وصفة الخبز، خبز الدار اللي هاديك اللي عمرها ما راح تشكرك في وجهك. الا كثرت رايحة تقول لا هذا امبوسيبل يكون سميد، اكيد فيه الفارينة. لا حبيبتي قولي لها سميد 100%. خفت الفارينة وبنت السميد راحين تهزوها من عند حوريات ديزات. فقط تبعوا لا فيديو للاخر باسكو اخر دقيقة في لا فيديو فيها سر من اسرار نجاحه. سلام بنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ان شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو وانتم في صحة جيدة يا رب. معكم لا فيديو تاع اليوم بهذا المقطع هذا. هنا كنت درت عملية فرز للخزانة تاعي، كنت امور لي لازم نرميهم رميتهم، حوايج لي كنت حبيت نصدقهم صدقتهم، والحوايج اللي نحب نلبسهم وديما نستعملهم كنت طويتهم. شوفوا معايا هذيك الخفة وهذيك البنة اللي فيها هذا خبز الدار. ما نحكي لكمش يا البنات، ما تقولوش رايحة نجرب وصفة، قولوا مليار بالمية رايحة نخدم انجح وصفة. فقط تبعوا معايا الفيديو للنهاية ورايحين تتحصلوا عليه كيما جامي تحصلتوا عليه من قبل. نبداو اولا وصفة البيري تاعنا. في برمة ولا في عفوا في لاكوكو تاعي كنت حطيت 2 مغارف نتاع الزيت، حطيت الطرف تاعي تاع اللحم اكيد بعد ما سخن لي هذاك الزيت هكا باه ياخذوا لي عفوا البنه تاع التحمار. نحمر هذوك الطرف نتاعي تاع اللحم على الجهتين، بعد ما يحمروا لي تطلق هذيك الريحه تاع اللحم والتحمار تاعو. نجي هنايا نقص حبيبه نتاع بصل، قصها هكا بيدي مع 3 سنينات ولا 4 نتاع الثوم. نجي نضيف عليها التوابل اللي هي شويه نتاع الكركم، تاع فلفل كحل، فلفل عكري، شويه اكليل الجبل، شويه قزبر، وبلا ما ننساو الملح اكيد. كنت حطيت تاني شويه تاع ثوم بودره. نخلط هكا جميع المكونات باش هكا اللحم تاعي تتشرب هذيك التوابل. وهنايا كنت جبت حبه تاع طماطم من الكونجيلاتور رميتها وما يهمش حطيتها جامده هكا من الكونجيلاتور. من بعد رايحه نميكسي جميع المكونات في الاخير. هذيك اللحم تاعي زدت لها فنجان نتاع الماء وغلقت عليها الكوكو تاعي. كي بدات تصفر نقصت لها النار على الاخر كامل وخليتها. تفتحي عليها بعد مده تاع ساعه ولا ساعه غير ربع تلقاي هذاك اللحم تاعك طايب زبده. هنا نحي هذاك اللحم تاعي، شوفوا راه طايب لدرجة انه راح لي على العظم. هكا نهز الطرف تاعي تاع اللحم كامل وهديك لاصوص مع هديك الطماطم اللي كانت فيها وكامل. من بعد نجي نميكسيهم، هذوك هما اللي راح نسقي بهم لابيري تاعي تاع اليوم. هنا بالنسبه للبطاطا قصوها وخلوها تطيب، لازم تطيب مليح. والماء تاعها هذاك بعد ما تطيب نخلو منه مقدار تاع ربع كأس هكذاك. حطيت عليها مغرف نتاع حليب الغبرة وملعقة كبيرة نتاع فخوماج، يكون فخوماج عادي سائل كريمي عفوا ولا فخوماج تاع المثلثات. ونميكسيها مليح بالبرا ميكسر، لازم بالبرا عفوا ماشي بالبرا ميكسر وانما بالباتور. البرا ميكسر الا رحيتو به لابيري تاعكم راح تجي تتعلق. هذيك لاصوص تاعي بعد ما رحيتها جيت هنا سقيت بها لابيري تاعي وبصحتكم. ونجو هنا للوصفه القنبله تاع خبز الدار. هاد خبز الدار هذا سوا من البنه تاعو سوا من الخفه تاعو ما نكذبش عليكم انجح طريقه. ما نشوف وصفات اخرى ولا نتعلم وصفات اخرى نحب نجربها ما نقدرش نحس باللي هادي ما كانش بنه تاع خبز الدار كيما تاع هادي وما كانش خفه كيما تاع الوصفه هادي. الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم نحتاجو ربع كؤوس هكا تاع 240 حتى ل 250. تما تقدري تستعملي كيلو نتاع السميد. من الافضل هنا انه يكون السميد رطب. راح نجيب معاه مغرفه كبيره نتاع الخميره، خميره الخبز، مغرفه كبيره تاني تاع السكر. هنايا من بعد تشوفوني راح نزيد مغرفه واحده اخرى. ما هنا تحكموا في الحلاوه، الا كنتوا رايحين تاكلوا به شربه ولا نقصوا في السكر، الا رايحين تشربوا بها حليب تقدروا تضيفوا كميه السكر على حساب الرغبه تاعكم. وهنايا جبت معاهم مغرفه تاع السانوج، الملح اكيد ما لازمش ننساوه،
انا هنا في جهه الخميره والسكر، شوفوني زدت هنايا مغرفه تاع السكر، حطيت ما دافيه كباه تتفاعل شويه الخميره هذيك مع السكر هذاك، ومن بعد نجي نلم عادي اكيد الماء يكون دافي. هنا تقدروا تلموا بالماء وما زهر، خليط من ماء دافي وشويه تاع ما زهر. انا تعجبني الريحه تاع ما زهر في خبز الدار، تجي هايله. ونحطوا له هكا الكميه تاع الماء الكافيه، نغطوه ونخلوها على جهه يخمر. من جهه واحده اخرى نروح نخدم الخلطه السحريه تاعي اللي هي سر الخفه تاع هذا الخبز وسر البنه تاعو. رايحين ناخذوا 4 مغارف تاع حليب غبره، 4 مغارف تاع لا مارغارين ولا نتاع الزبده، ربع كاس نتاع الزيت، حبه تاع البيض، ومغرف كبيره نتاع السكر. نخلط هذيك المكونات جيدا بالفوي، هكا انا حطيته هنا في الفوي تاع البيتخا حتى نتحصل على هذا الخليط كريمه بيضاء خفيفه بزاف بزاف هايله. نجي هنا نقطع هذاك العجين تاعي، شوفوا راه خمر لي، نقطع بيديا ونضيف هذيك الكميه نتاع الكريمه اللي تحصلت عليها. واذا كنتي حايبه تعجنيه في البيتخا، اخدمي بهذيك الكا اللي تقطع العجين وضيفي هذيك الكميه نتاع الخليط اللي خدمناه تدريجيا. خليته هنايا حتى تضاعف الحجم تاعو كامل 2 خطرات ولا حتى 3 خطرات، وشوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها. نجي هنا ندي غازي هذيك لاباط تاعي، وتقدروا هنايا بعد ما تزيدوا هذيك الكريمه تزيدوا معاها تاني ما الزهر كيما قلت لكم. ليسونسيال على قد ما تجي لاباط تاعكم جاريه، على قد ما تجي خفيفه وبزاف بزاف النتيجه رايحين تنبهروا بها كيما قلت لكم في الاول. ما رايحينش كامل يامنوكم باللي هذا سميد من شده الخفه تاعو. انا هنا كنت خدمت في هذاك سنيوه تاعي تاع 40 على 35، كنت حطيت العجينه تاعي كامل. وهنايا في الخطره الثانيه كنت قسمته على 2 بلاطوات، يجي ما يجيش عالي بزاف، يجي كيما هكا. هذه تاع الخطره الثانيه اللي كنت خدمته. انها الى حبيتوه يكون عالي هكا وخشين ديروه في سنيبه واحده، ديروها خبزه كبيره في سنيبه واحده. الى حبيتوه رقيق اقسموها على 2 خبيزات تتحصلوا عليه كيما في لافوطو هذه. اهم حاجه تاني في الخبز هذا انك تعطيه وقته في البلاطو بعد ما ديغازيه من البول اللي تكوني خليتيه فيه. زيدي طرحيه في البلاطو، ادهنيه بواش حبيتي، سواء صفار البيض سواء شويه حليب مع شويه تاع الزيت، ليسونسيال كيما حبيتي تدهنيه دهنيه، وخليه ياخذ وقته حتى يختمر في هذاك البلاطو. اللي دات هذه الوصفه وشافت هذا الفيديو ما تبخلش عليا بزر الجام، وما نكذبش عليكم مانيش مسامحه اللي تبخل عليا بزر الجامه. هيا في الفيديو الجاي ان شاء الله، سلام.